هو مدمن الببرونات اللي عندنا في البيت ده مش ناوي يتعافى قريب ولا ايه؟ انا سلمى حسين مامة رشيد، وهكون معاكي من واقع تجربتي الشخصيه كأم فعرفتي تربي. بصي يا ستي، المدمن الصغير ده حتى لو مش بياخد ببرونات وبترضعي طبيعي فقط، لازم تعملي حساب اليوم اللي انت هتاخدي فيه قرار الفطام. محتاج لما يكمل 4 أو 6 شهور تبتدي ان انت توريه الكوبايه دي او شبيهتها طبعا، وابدأي عوديه على انه يشوفها. واستغلي الفترة اللي البيبيهات بتحب تحط كل حاجة فيها في بقها في الموضوع ده. ممكن يحط الكوباية في بقه فيكتشفها فتعجبه. طيب وبالنسبة لمواصفات الكوباية، أهم حاجة إن الطرف اللي البيبي بيحط فيه بقه يكون سيليكون على الأقل في البداية، وأكيد طبعا تكون ما بتسربش سوائل. وتأكدي إن السن المكتوب على الكوباية أو الإزازة اللي هتجيبيها، علشان خاطر كل عمر وله كوباية. وابدأي بالتدريج حطي له أنواع سوائل تانية غير اللبن، زي المية أو الأعشاب الطبيعية أو العصاير، علشان لما تاخدي القرار بتاع الفطام يكون البيبي متعود بالفعل على مصدر سوائل تانية غير اللبن، سواء كان الطبيعي أو الصناعي. شاركوني واكتبولي في الكومنتس امتى ابتديتوا تعودوا ولادكم على استخدام الكوباية، وهل يا ترى واجهتكم مشاكل ولا لأ؟